حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد، والنهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن. بس هنعمل بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله 60 طبق، يعني هنعمل كمية كبيرة قوي. ألف هنا وشفا لكل اللي أكل منه، ويا رب أكون دايما بفيدكم بوصفات حلوة وسهلة. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ الوصفة بتاعتنا. معايا 8 كيلو من اللبن، بس أنا نزلت لكم على الشاشة دلوقتي مقادير كيلو اللبن عشان محدش يتلخبط مني. كيلو اللبن بياخد كوب رز، بياخد معلقتين نشا، معلقة دقيق، معلقتين كريم شانتيه، كوب سكر وفانيليا. السكر برضو حسب التحلية، انتوا بتحبوا السكر قد ايه. كنت غالية اللبن من بالليل، وهبدأ ان انا برضو هدفيه لما اجي اشتغل بيه. تمام، غالية من بالليل، وبسم الله ما شاء الله الكمية كبيرة، وانا استخدمت نص الكمية. خليكم مركزين معايا كده عشان انا استخدمت نص الكميه لبن بقري، بس لبن بقري ابيض. انا ضامنه انه لبن بقري نظيف، محدش يجيب لي لبن بقري خفيف من بره ويقول لي اصل الرز بلبن طلع خفيف، اصل طلع طعمه مش حلو. انا جبت نص الكميه لبن بقري ابيض ونص الكميه لبن جاموس. انا ضامنه الست اللي بجيب منها اللبن مش من اي مكان بجيب منه لبن بقري. وكمان عشان ليه؟ عشان انا بحط كريمه لباني، عشان لو عندك قشطه تحطي، وكمان بحط كريم شانتيه. جبت الرز وغسلته غسله نظيفه وسلقته في ميه، وحطيت الرز 3/4 سوا عشان يكمل السوا بتاعه لما اللبن يسخن. وببدا ان انا احط اللبن ده معايا دافي، ببدا ان انا احط فيه الرز بعد ما اتسلق 3/4 سوا وارفعه على النار. اول ما برفعه على النار بحط السكر قد ايه؟ السكر لكل كيلو من الحليب كوب من السكر. انا عندي بسم الله ما شاء الله 8 كيلو من اللبن وكيلو ميه. ضيفي ميه مفيش مشكله، وكيلو ميه حطيت عليه 9 كوبايات من مج الشاي العادي من السكر، وهحطه على النار وافضل اقلب اقلب اقلب. شايفين مفيش لبن بقري لونه باين اهو، يعني اللبن بقري اللي انا مستخدماه ابيض وتقيل وحلو. وببدا قسمتهم على حلتين بصراحه، لان الحله كانت عاليه معايا قوي، ما كنتش هعرف اخد راحتي في التقليب. في الوقت ده لحد ما اللبن يغلي، اول ما يغلي بوطي عليه، والرز 3/4 سوا عشان الرز يكمل سواه في قلب اللبن ويطلع معاكي مستوي، يطلع معاكي طري، يطلع معاكي طري يعني بتاكليه كده مع الرز بيتندغ حلو. وكمان علشان يكون متشرب من اللبن، طعمه فعلا الرز واخد من اللبن. هو ليه اسمه رز بلبن؟ عشان الرز متشرب باللبن. ببدأ بقى ان انا بعد ما ببدأ ان هو اول ما يغلي معايا واوطي، هنزل بالكريم شانتيه. لكل كيلو لبن معلقتين من الكريم شانتيه الخام، محلى او غير محلى زي ما انت عايزه. الكريم شانتيه بيدولي طعم تحفه للرز بلبن. كمان لو عندك كريمه لباني تقدري تضيفي 4 معالق للكيلو، ولو عندك قشطه ضيفي معلقتين. لكن اللبن عندي بسم الله ما شاء الله كان دسم وحلو، ما احتجتش خالص ان انا احط قشطه. هبدا بقى ان انا اقلب كده الكريم شانتيه اللي على الوش عشان ما يتكتلش معايا. ايدي في الاستمرار في التقليب هيفك معاكي ومش هتشوفي اي تكتلات خالص. في الاخر هوريكم الرز بلبن عامل ازاي وانا بعبيه وقوامه عامل ازاي. يا ريت ما تكتريش الرز في الرز بلبن. في ناس عايزه اقول لكم بيحطوا كميه رز كبيره ويختموا بيها اللبن كده، الرز بلبن هيطلع معاكي تقيل، ومش هيطلع معاكي قوامه كريمي خالص. تعالوا بقى نشوف معايا نص كيلو من اللبن، عشان انا مستخدمه كوبايه، يعني انا مستخدمه كميه كبيره. لكن لو انت هتعملي عادي في كيلو لبن، نص كوبايه من اللبن عليها معلقتين من النشا ومعلقه دقيق. لكن الكميه عندي كبيره، فحطيت حوالي 5-6 معالق نشا وحطيت معلقتين دقيق. ليه بحط الدقيق؟ عارفين المطه اللي بنشوفها في ايس كريم عزه وشيخ وليد والحاجات اللي في اسكندريه دي؟ بتلاقي الرز بلبن بتاعهم فيه مطه كده حلوه، كانك بتاكلي ايس كريم سايح في مطه كده. المطه دي هي سببها معلقه الدقيق. هبدا بقى ان انا كمان احط الفانيليا. هبدا ان انا احط الفانيليا بودر او سايله. لو بتحطي سايله ما تكتريش، سقطه واحده بس بسيطه، بس يا ريت يعني يستحب ان هي تكون بودر علشان ما متغيرش لون الرز بلبن. بس انا كانش عندي بصراحه غير سايله، فحطيت نقطة بسيطة كده، عشان السايلة دي بتبقى قوامها او بتبقى ريحتها قوية قوي وطعمها قوي قوي، فما تبقاش كده فيها مرارة، فبحط سقطة. ببدأ بعد كده ان انا اصب بقى الخليط بتاعي بتاع النشا والدقيق على النشا والدقيق على اللبن على طول. من بعد ما بصب بقى ايدي بايد بتصب والايد التانية بتقلب.
لمدة ربع ساعة لحد ما القوام يتقل معايا، بس ما يتقلش قوي علشان لما تيجي تعبيه في الاطباق ما يبقاش كده تقيل ويبقى الرز بس هو اللي باين. لا، انا عايزه كمان يبقى فيه قوام كريمي كده بين الرز، يعني عايزه اللبن ده يتحول لمهلبيه في وسط الرز، فما يبقاش عباره عن رز بس بتاكليه مكتوم كده. هقلب بقى تقلبتين ثلاثه لمده ربع ساعه لحد ما الخليط معايا يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قوام متوسط ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. لما بيبرد بقى بيكون كريمي وبيكون تحفه بصراحه. الف هنا وشفا، كنت عامله كميه كبيره جدا، فالف هنا وشفا على اللي اكل منه. ويا ريت بقى كل اللي داق منه المره دي يخش يعلق ويقول لي رايه ايه. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس. واللي بتتفرجي على الوصفه دي على الفيسبوك او على البيج بتاعتي يا ريت تعملي شير للوصفه عشان الكل يستفاد منها. دمتم بالف خير، اشوفكم في فيديو جديد. كنت معاكم الشيف هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه. مع السلامه.